دماغه فيها ايه؟ إيهاب مسخن من سيدي إلا ستي. الافندي راخر جاي لي عايز ياخد مني نص مليون جنيه. فاكرينها تكيه ولا نهيبه؟ لا، هم عايزين يورثوني وانا عايش. ده لا يمكن يحصل وانا موجود ابدا ابدا. طب بقول لك يا حاج، انا هخليك تضرب عصفورين بحجر واحد. انا كنت مأمن نفسي بالشيك. برافو عليك يا كمال، بس بصراحة أنا خايف أحسن تتأذي مني. خوفي من سيد الدقاق انا خرجته من حساباتي من زمان، وحقي هاخده منه يا بمزاجه يا بالقانون. لا لا لا، قانون إيه؟ اوعى تفكر تمشي في سكة القانون دي. لو فكرت كده يا كمال ربنا يديني ويديك طول العمر. احنا ممكن نحلها ودي واضحي بنص المبلغ. يعني إيه؟ أنت عايز تتنازل له كده عن مليون جنيه حتى واحدة ليه؟ بس بشرط. ماشي، لو أنت متأكد إن هو اللي سرق أو ابن يوسف، لو متأكد بجد اتشرط، ده حقك يا كمال. امال مين اللي سرقني؟ ام الله يرحمها مثلا طلعت من التربه وسرقتني؟ هو شرط واحد مفيش غيره، يعترف بوحيد ويقول ان هو ابنه ويكتب الكلام ده في ورق رسمي، والا ورحمه امي لا هرفع عليه قضيه بالشيك. ولادك دول عصابه يا حاج. العيال دي من جواها كده مليانين غل، مليانين حقد. والله عندك حق يا يوسف، بس احنا لازم نكون معلمين ونتعامل مع العالم السوي دي بالراحه. خليهم هم يغرزوا في الطين كده حته في حته. بالك انت يا حاج، العيال دي حظها حلو ان انا مش فايق لها. يا سلام يا يوسف، ومن سمعك والله انا كمان مش فايق لهم. اسمعني بقى. نعم يا حاج. انا يا ابني عايزك تسفرني يومين كده. سفرك يعني؟ عايزني افسحك يعني؟ تفسحني يا دي غشيم انت. انا عايز افك عن نفسي يومين، عايزك تهربني من الست دلال وزن ام دلال. على فين يا اسد؟ يا سلام يا جميل، حلو قوي. انت عايزني اقول لك؟ لا ان شاء الله مش هقول لك غير وانت بتوصلني. ما هو اللي اتلسع من الشوربه فوق الزبادي يا اسد. اسم الله عليك يا ابن الاسد. بقول يا حاج، هو حضرتك هتعمل ايه في موضوع السفريه ده؟ سفريه ازاي؟ بتاع ايه يعني؟ بتاع ايه؟ سفريه اسكندريه يا حاج، سفريه اسكندريه. اصل انا مش هينفع اسافر، وانت عارف السفريه دي مهمه، لازم انت اللي تسافر بدالي. والله فكرتني. سفريه اسكندريه